والنهارده ان شاء الله جاي اقول لكم على 5 اشخاص مؤثرين في حياتي، والشخص رقم 5 انتوا بتحبوه، فيلا بينا. اول واحد معانا وهو اخويا الكبير. كل حاجه في حياتي بجد. هقول لكم كلمه هو قالها لي تتلخص في مواقف وسنين وشهور وايام. قال لي انا بحبك اكتر من نفسي، وده مش مجرد كلام، ده حقيقه فعلا، لان اللي عمله معايا وما زال بيعمله يدل فعلا ان كلمته دي بجد مش مجرد كلام والسلام. عاوز اقول لك ان انت وحشتني قوي ونفسي اشوفك، وده لان هو مسافر للي ما يعرفش. فدعواتكم ليه بقى عشان نرجع بالسلامه ان شاء الله. تاني حد معانا وهم الوالدين، ابويا وامي. بحبهم حب ما توصفش بجد. انا بفتخر وانا ماشي بكونهم ابويا وامي. سيرتهم الطيبه واخلاقهم العاليه مخليه كل الناس حباهم. تالت حد معانا وهو الباشمهندس محمد عبد السلام. بالرغم فرق السن بينه وبينه تقريبا كده 10 سنين، ولكن هو مش محسسني بالفرق ده خالص. ويبقى انتوا الاتنين كده فرحانين كده وانتوا قاعدين مع بعض، القعده كده ما تبقاش ممله خالص. انا ممكن اقعد مع الهندسه بتاعي 3 ساعات وما احسش خالص، وكانهم مثلا 5 دقايق، فقعدته بتكون حلوه قوي. رابع بقى حد معانا وهو صديق الصدوق اسلام. ساعات كده انت بتلاقي شخص بتحبه لله في لله. اسلام ده بقى انا بحبه لله في لله. شخص كده على طول ينصحك في الدين. لو انا قعدت فتره ما بصليش الفجر بيقعد يرن عليا ويقول لي انزل صلي الفجر. يعني مؤثر في حياتي قوي. بالنسبه بقى لخامس واحد واخر واحد معانا وهو دكتور وليد. دكتور وليد ده من صناع المحتوى المجتهدين قوي، من شخص ما عندوش ثقه بالنفس خالص لشخص بيتابعه ملايين ما شاء الله. فهو غير من فكري في حاجات كتير قوي. انا مش عارف هو هيشوف الفيديو ده ولا لا، ولكن على اي حال لو هو شاف الفيديو ده انا بقول لك ان انا بتمنى في يوم من الايام اللي انا اكون صديقك، وهيبقى ليا الشرف قوي، وان شاء الله ده يحصل ونقعد مع بعض ان شاء الله. وبس كده، دول كانوا 5 اشخاص مؤثرين في حياتي. اعمل انت كمان منشن للاشخاص اللي هم مؤثرين في حياتك واشكرهم على كده. اشوفكم ان شاء الله في التحدي الجديد.